السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، ليس سهلا لطالب علم مثلي أن يتحدث أمام هذه الوجوه الكريمة من السادة العلماء، والأكثر صعوبة أن يكون بين سيدي الدكتور الخطيب حفظه الله تعالى ونفعنا به، وأيضا الدكتور العربي، وقد أتيا على ما كتبت، لا أقول أكثره بل كله، ولكن أستلهم من هذه الوجوه النيرة بعض الإضافات للتوضيح، والقواعد قد قعدوها وأصلوها. بداية نتوجه بشكر إلى دولة أندونيسيا حكومة وشعبا على تهيئة الأجواء وتسهيل الأمور لاستضافة هذا المنتدى، ونخص بالشكر صاحب الفكرة الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحيى حفظه الله سبحانه وتعالى، وجمعية أهل الطريق المعتبرة النهضية، وأشكر كل الشباب القائمين على الخدمة من ترتيب الصف استقبال إلى المرافقة إلى سهرهم طوال الليل لإنجاح هذا المنتدى، فبارك الله بهم وجزاهم الله كل خير. وأخص أيضا بالشكر اللجنة أو المكتب الدائم التي اجتمعت مرات ومرات في أندونيسيا وخارج أندونيسيا لإنجاح فعاليات هذا المنتدى ولإطلاق المنتدى الصوفي العالمي. وأبشركم أنه في آخر الليلة الماضية عقد اجتماع ضم أكثر العلماء الحاضرين، ونستسمح عذرا من إخواننا وآبائنا العلماء الكبار، ربما كانوا قد سبقونا للراحة بعض الشيء، ولكن منهم نأخذ. وتوافق المجتمعون على إطلاق هذا المنتدى العالمي بشكل قانوني وبشكل منظم، ليكون مرجعية ومفزعا نرجع إليه. ربما في الفترات الماضية مرت الأمة بمخاضات عسيرة، وقد سيطر على الساحة الدعوية والإسلامية أحزاب ودعوات جعلت من المدرسة الصوفية هدفا للطعن وللمحاربة، وهيمنوا على مساجدنا ومؤسساتنا، فانكفأ أهلنا وسادتنا ومشايخنا إلى الزوايا وتركوا المجتمع. وما هذا حال سادة هذا الطريق ومؤسسوه ومشايخه وأقطابه وأبداله، إنما هم كانوا يعيشون في صلب المجتمع مع الناس، يحملون همهم، يتدخلون ويرشدون في كل المفاصل. ومعروف أيها الإخوة أن المثلث له زوايا وأنواع من الزوايا، فمنها الزاوية الحادة، فكنا نعيش في فترة ماضية ضمن هذه الزاوية الحادة، ولكن نريد من الزوايا الآن ومن الطرق أن تعيش فترة أخرى، وهي حالة الزاوية المنفرجة. فهذه زاوية وهذه زاوية، هذه تسمى حادة
وهذه تستوعب الجميع منفرجة. نريد أن نعيش بثلاث زوايا: الزاوية الحادة في السلوك والتربية والسير والصلة بالله، نتمسك بها ونسير عليها. التربية بين يدي المشايخ والعارفين والأرباب، أرباب الطرق، المجازين شيخا عن شيخ وكابرا عن كابر إلى أن يصلوا إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نكون في الزاوية القائمة على حدود الله وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي جاء به: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نريد هذه البصيرة في الدعوة والالتزام بالمنهج، والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به وأعطاه هو المنهج الرباني، هو القرآن الكريم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأوامر، فصاغها في سنته المطهرة والمعطرة والمشرفة. أيها الإخوة الأكارم، ما يجمعنا هو الكثير الكثير الكثير. كيف لا ونحن جميعا من طرق تنهل من منهل واحد، هو منهل الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي مدرسة المصطفى. كيف لا ونحن ننتهج القرآن الكريم، كيف لا والقلوب متعلقة برب واحد عبر نبي واحد، ولو تعددت الطرق إلى هذا النبي وكل من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم غرفا من البحر، غرفا من هذا البحر الرباني النبوي النوراني، فيأتي النور بألوان متعددة. النور نفسه لا لون له، ولكن يحكي كل لون، يحكي كل طريق، يحكي كل ذوق، ويحكي كل صلة. كيف لا ونحن ننتهج قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإمام علي رضي الله عنه في الحديث الموقوف يقول، المرفوع يقول: السبيل هو كتاب الله، الحبل هو كتاب الله. نتمسك بكتاب الله منهج فتذوب كل الفوارق وكل الحواجز وكل الأبعاد. أيها السادة الكرام، هذا الدين الذي سينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل. كنا في مرحلة سابقة عند كثير من مجتمعاتنا إذا سمعت كلمة التصوف ربما، خصوصا في الدوائر الرسمية والدوائر الرسمية الدينية، ربما نظر إليها نظرة غير لائقة. ولكن بعد أن فشلت تلك الأحزاب وتلك الدعوات بطروحاتها التي ما حملت إلا تفجيرا للمجتمع الإنساني وتفجيرا للمجتمع الإسلامي وتخويفا من دين الله وصدا عن سبيل الله، بدأت الصحوة تعود إلى القلوب، بدأت الصحوة تعود إلى العقول، أن الطريق طريق التصوف بل هو طريق الوسطية، بل هو طريق الإسلام. نحن لا نحدث حزبا أو منظمة أو تنظيما، فالصوفي هو المسلم الحق الذي فهم عن رسول الله ماذا يريد الله منه. لا فرق بين الصوفي والمسلم. ربما عند غيرنا يعرف فلان ويريدون أن يختصروا الإسلام به، ولكن الصوفي لا ينفك عن الإسلام، وكل مسلم ينبغي أن يكون صوفيا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب أدب وتربية، فلا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام،
يعني أنا أتكلم، الورقات حقيقة أتى عليها السيادي المشايخ، ولكن مطلوب منا الآن أن نقول للعالم كله ليس ما هو التصوف، فأنتم أهل التصوف ومشايخه. لم نأتي إلى هذا المكان لنعيد التعريف ولنوسع فيه ونبحر فيه، مع لهذا الموضوع من أهمية وقدر، ولكن علينا أن ننشئ من يتحدث باسم التصوف لنقول للعالم كله ونجيب عن كل التساؤلات المطروحة الآن: ما هو رأي التصوف في المواطنة؟ ما هو رأي التصوف في العولمة؟ ما هو رأي التصوف في العلاقة مع غير المسلمين؟ ما هو رأي التصوف في العلاقة مع أبناء الوطن من غير دين؟ ما هو رأي التصوف ومنهج التصوف في التعامل مع المرأة؟ ما هو رأي التصوف في كل القضايا التربوية والإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة؟ نحن نقول التصوف هو منهج حياة وليس زاوية حادة نسكن فيها ونقيم فيها فقط للتربية. نحن لسنا أصحاب مشروع سياسي، ولكن سادتنا عبر التاريخ هم من أدبوا وربوا ووجهوا أصحاب السياسة. انظروا إلى الخلفاء الذين نجحوا في أعمالهم، ألم يكن بجانبهم دائما أهل الله وعلماء هذه الأمة يدخلون عليهم بين الحين والحين موجهين ومنذرين ومؤدبين وداعين إلى التوبة وداعين إلى مصلحة العباد والبلاد؟ لذلك أيها السادة الكرام، نريد لهذا المجلس أو هذا المنتدى أو هذا المجمع أن يجيب عن كل هذه التساؤلات المطروحة الآن على الساحة. العالم الآن فتح الأبواب للتصوف وأهل التصوف، فعلى أهل التصوف أن يكونوا وهم كذلك على قدر هذه المسؤولية فيجيبوا عن كل التساؤلات المطروحة. سيدي فضيلة الشيخ الوالد الحبيب الشيخ محمد رجب حفظه الله، يعني هو سيدي شيخنا ابن شيخنا، والحديث أمامه صعب يعني، ولكن أستميحكم عذرا يا سيدي. كنا نتحدث أن على أهل التصوف أن يجيبوا الآن عن كل التساؤلات المطروحة من حيث ما هي رأي التصوف في العولمة، ما هو رأي التصوف تعامل التصوف مع المرأة، مع التربية، مع الإعلام، مع علاقة المسلم مع غير المسلم، مع علاقة المسلم مع غيره من الأديان الأخرى، في كل القضايا المطروحة الآن. ما هو قول المتصوفة في السياسة؟ ما هو منهجهم السياسي؟ كيف ينظرون إلى السياسة؟ دقيقتان وننهي إن شاء الله تعالى. سيدي الشيخ عبد العزيز حفظه الله أتى بالعشر نقاط وهي الأساس. أضيف عليه يا سيدي أننا بحاجة إلى مركز للدراسات والتخطيط. ما هو واقعنا؟ أين سنتجه في المرحلة المقبلة؟ ما هو منهجنا في هذه الدول الغنية بأهل الله وأهل التصوف؟ ما هي منهجنا في الدول التي ربما حاربت في فترة التصوف وأهل التصوف؟ وأيضا ينبغي أن نلفت النظر أن غيرنا من الأحزاب والمنظمات قد امتدت يدها منذ زمن بعيد إلى الأقليات المسلمة في الغرب، فأعطت صورة مشوهة عن المنهج الإسلامي الحق. فالغرب نظر إلينا أن المسلم هو قنبلة متحركة تنفجر في أي وقت، والبعض
ممن كان ينتهج هذا الطريق القويم، طريق أهل الله، أعطى صورة ناصعة بيضاء. علينا أن يكون كامل في أن لا نترك إخواننا في الاغتراب وحدهم، نرسل لهم الدعاة، نرسل لهم أهل الفكر، من نجحوا في التربية، من نجحوا في المؤسسات العلمية، من نجحوا في الطرق، من ينتهجون المناهج، الذين يستطيعون أن يخاطبوا المجتمعات الغير المسلمة، حفاظا على أهلنا المسلمين في هذا الغرب. وقد أسلف سيدي في هذا، ولكن أردت أن أضيء على هذه النقطة بالذات. ونحن نعيش في البرازيل. أقول لكم، حاول أهل التكفير أن يدخلوا إلى البرازيل، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم وحفظ تلك البلاد. الآن في البرازيل نحن لا ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، ولكن في كل يوم هنالك مسلمون جدد، من طلاب الجامعات، من الطبقة المثقفة، من الطبقة الإعلامية، من مدراء الجامعات والمدرسين والدكاترة، من الأطباء، من المهندسين. المجتمع المثقف الراقي يدخل في الإسلام. لماذا؟ الإعلام في البرازيل لم يشوه صورة المسلمين. بعلاقتنا مع غير المسلمين في أحد الظروف خرج أكبر مرجع ديني في البرازيل وقال هذا التصريح العجيب: المسلمون هم أمة حية، هي أكثر الأديان انتشارا وأتباعا، هي أمة تدعو إلى السلم والسلام، وإن منهج التطرف هو منهج لا ديني. وهذا ما يقوله علماء هذه الأمة، قاله أكبر رجل نصراني في البرازيل مخاطبا مجتمعه البرازيلي. لذلك نحاضر في الجامعات بطلب منهم، في المدارس الكاثوليكية المسيحية بطلب منهم، وفي العام مرة أكبر مرجعية دينية في البرازيل يتصل ويقول أنا سأرسل لك رجال الدين 100 خوري أو أكثر. مرة أرسل 180، هم عندك طوال النهار، كلمهم بما شئت، ادعهم للإسلام، أجب على أسئلتهم، المهم غديهم واعمل اللي بدك إياه فيهم. ما هذا التسامح في هذه الدولة الذي ابتعد عنها المتطرفون أصحاب الفكر التفجيري؟ بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، حفظ الله هذه الوجوه النيرة، حفظ الله جميع الطرق الذي نسير بها إلى الله وأتباع هذه الطرق ومن ينتهجون هذا المنهج الكريم الشريف. حفظ الله الحبيب لطفي، حفظ الله سادتنا العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.